أو المغامرة المغربية في كأس العالم للشباب لا زالت مستمرة. المغرب فازت على أمريكا 3-1 وتأهلت إلى دور نصف النهائي، ويعني شكلهم حيكررون الإنجاز اللي تحقق في مونديال 2005 للشباب. يعني ما شاء الله المغرب منتخب أول ثقيل، منتخب شباب ثقيل، مستقبل الكرة المغربية رائع رائع رائع، شيء عظيم رامي. منتخب محلي، منتخب شباب، منتخب أولمبي، منتخب الأولمبي ثالث العالم، يعني حتى قبل كان ثالث العالم. يعني عندهم وفرة من اللاعبين ما شاء الله في كل المراحل السنية عملوا تخطيط مهول. المغرب ما هو جزافا. البعض يقول انه منتخب المغرب والله لاعبينهم عشان يلعبوا برا وكذا. طيب عندك انت الجزائر، تونس، بقية المنتخبات كلهم مش نفس الشيء. ايوه، بس ليه هنا في تخطيط، في عمل، الأكاديمية عاملة شغل غير طبيعي، والتناغم بين مدربين الفئات. ترى في 5 سنوات يا ابو بدر محققين انجازات غير طبيعية على مستوى العالم. اليوم انشيلوتي مرشح المغرب في كأس العالم القادم، من المرشحين لتحقيق البطولة يقول لك المغرب. فتخيل انت توصل لهذه المرحلة. تستاهلوا كل خير. فيفا مغرب.